بسم الله الرحمن الرحيم. من الصالة المغطاة رقم 1 في جامعة جنوب الوادي بنلتقي والأستاذ دكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا بكم، أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور، قد إيه حفاوة الاستقبال والتنظيم وافتتاح جميل ونهائي أجمل وبتواجد حضرتك في وسطينا كده. حضرتك شايف إيه بقى في البطولات القادمة بإذن الله؟ والله هو كأي نشاط احنا الجامعة بتبذل جهد عشان تسعد ضيوفها من الجامعات والمعاهد العربية والمصرية، لكن اللي بيحصل العكس، هم بيسعدوا بس احنا سعادتنا بتبقى اضعاف السعادة بتاعتهم. فربنا يدوم فضله علينا ويدوم حب حبايبنا لينا ويجونا كده ان شاء الله. والسنة الجاية بإذن الله تعالى تكون الجامعات من البلاد العربية كلها موجودة في هذا الحفل الجميل وهذا التجمع الطلابي والشبابي الجميل، واللي يعني بيضم قلوب متآلفة في حلم واحد وأماني واحدة، أن احنا نشوف بلدنا ونشوف وطننا العربي كله متآلف ومتحاب ومتعاون وآمن بفضل الله تعالى. إيه البطولات اللي حضرتك بتتمنى تستضيفها في جامعة جنوب الوادي يا دكتور؟ أولا جامعة جنوب الوادي هي يعني مركز الأنشطة للجامعات العربية كلها وبما فيهم الجامعات المصرية. واحنا عندنا دورات اللي بتقام جوال العرب بما فيها المصريين، والكرة الخماسية وكرة السرعة، ممكن في الغردقة وممكن في الأقصر وممكن في لكن انا نتمنى ان احنا يعني ان شاء الله نفتتح استاد الجامعة وتضم كرة القدم المعروفة وكرة السلة وكرة اليد، كل الأنشطة المهم تجيب لنا حبايب نسعد بيهم، لأن سعادتنا غامرة والسعادة دي ما حدش بيشبع منها يعني. دعم الاتحاد الرياضي للجامعات ودعم وزارة الشباب والرياضة ودعم وزارة التعليم العالي قل في الفترة الأخيرة، ده ما أثرش على جامعة جنوب الوادي؟ ما أثرش على جامعة جنوب الوادي، لأن جامعة جنوب الوادي جامعة عريقة وعندها إمكانيات كثيرة وعندها بنية أساسية تستطيع تخفف عليها الكثير من أعباء هذه الدورات، وما فيش عبء ولا حاجة، بالعكس ده احنا بنعمل الكلام ده بفرح وشديد. القاعات كلها موجودة والملاعب كلها موجودة، في مباني مخصصة للإقامة وكل حاجة ميسرة الحمد لله. بالعكس هم بيجوا والخير معهم، فاحنا يعني بنعيش في خير هذه اللقاءات. 22 جامعة حكومية واربع جامعات خاصة السنة دي مشاركين، جامعة القاهرة مش موجودة، تفتكر ليه يا دكتور؟ والله أنا ما أعرف السبب غيابها، لكن نتعشم من ربنا سبحانه وتعالى يكرمونا في المرة الجاية ويحضروا عشان العرس يكتمل بإذن الله تعالى. احنا بنشكر حضرتك على اللقاء الجميل، شكرا دكتور. ربنا يحفظكم جميعا وما يحرمناش منكم وبالتوفيق إن شاء الله، واحنا سعداء بكم خاصة يعني لأنكم تحملتوا عبء السفر والمجيء هنا، ونتمنى أنكم استريحتوا لكن إذا لم تسعدوا بهذا اللقاء فهتكسبوا ثواب لأنكم أسعدتونا فعلا. دكتور شكرا. بارك الله فيكم. شكرا. وتابعونا. هذا البرنامج برعاية